السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، معاكم مسمار نعماد مدرسة الدراسات الاجتماعية على قناة سمارت هيرو. هنبدأ مع بعض في الدرس الأول، وهو بيتكلم عن قارة أفريقيا، القارة اللي احنا عايشين فيها. طيب بيقول لنا ايه هنا؟ طبعا احنا عرفنا في السنوات اللي قبل كده ان احنا عندنا قارات احنا نعرفها من زمان قوي وموجودة، وقارات احنا عرفناها بعدين ما عرفناهاش يعني ايه من الاول. طيب عشان كده قسموا لنا القارات الى قارات العالم القديم وقارات العالم الجديد. يعني قارات العالم الجديد دي ما كانتش موجودة، لا هي كانت موجودة بس ما كانش الانسان لسه اكتشفها وعرف ان في قارات تاني، لان كانت معرفة الانسان في الوقت ده محدودة. طيب نبدأ كده مع بعض. يقولك ايه؟ قارات العالم القديم اسيا وافريقيا واوروبا، تمام. طيب وقارات العالم الجديد امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية واستراليا والقارة الجنوبية المتجمدة انتاركتيكا، تمام. يعني قارة افريقيا اللي فيها مصر اللي احنا عايشين فيها دي جزء من قارة افريقيا، يعني قارات من قارات العالم القديم، تمام. طيب بيقول لنا هنا ايه بقى؟ تعد افريقيا تاني اكبر قارات العالم من حيث المساحة. اهي تاني اكبر قارات العالم، تمثل حوالي 20% من مساحة الكرة الارضية كلها. طيب ايه اول القارات او ايه اكبر القارات؟ قارة اسيا، دي بتمثل حوالي 30%. يعني اسيا وافريقيا بس بيمثلوا حوالي نص الكرة الارضية، تمام. طيب هنعرف ايه عن افريقيا؟ هنعرف عنها الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. طب ايه ده وايه ده؟ الموقع الفلكي بيقولك هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، طبعا دي فاهمينها. طيب الموقع ايه الجغرافي؟ الموقع الجغرافي يعني الموقع بالنسبة للأماكن الأخرى المحيطة، زي مثلا أنا جنبي قارة آسيا، من فوق مثلا قارة أوروبا، مثلا في جنبي المحيط الأطلنطي، جنبي البحر الأحمر، جنبي الحاجات دي كلها، تمام. فلما أقول موقع جغرافي يعني أنا قصدي على الحاجات المحيطة بيا، سواء كانت يابس أو محيطات وأنهار وكده. والموقع الفلكي زي ما قلنا اللي هو ايه؟ دوائر الطول وخطوط خطوط الطول اسفة ودوائر العرض. طيب بيقول لنا ايه بقى عشان نقدر نعرف موقع افريقيا؟ هنبص كده على الخريطة دي، ادي ده بيتكلم عن الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. يعني ايه؟ نبص كده اهو على الخريطة، نشوف هو كاتب لنا ايه في الدرس ونرجع للخريطة، تمام. كاتب لنا ايه؟ الموقع الفلكي بيقولك تمتد قارة افريقيا بين دائرتي عرض 37 درجة شمالا و34 جنوبا، يعني حوالي 70 دائرة عرض او اكتر من 70. طيب ازاي يا مس احنا مش فاهمين الحتة دي؟ بصوا ادي قارة افريقيا كلها اهي، تمام. ناحية الشمال طبعا احنا عارفين الاتجاهات، ادي شمال جنوب شرق غرب، تمام. تمام. في الشمال قلنا 37 و7 درجات، ماشي. ده بالنسبة لايه؟ المساحة دي كلها بالنسبة لايه؟ بالنسبة بالاول هنا دي دائرة الاستواء، دي اللي احنا بنبدأ نقيس من عندها، تمام. يعني ادي دائرة الاستواء اهي، دي نقطة الصفر، دي النقطة اللي احنا هنبدأ نحسب منها الشمال والجنوب. ادي كده شمالا 37 و30 درجة،
ومن هنا من تحت جنوبا 34 و30 درجة. ادي الخط الاحمر ده اخر حتة في قارة افريقيا. تمام. وادي الخط الاحمر اللي من تحت ده في الجنوب، ادي اخر حتة في قارة افريقيا. تمام كده. تمام كده. يعني لو جينا حسبناهم هنلاقي ان في الجنوب في حوالي 37 دائرة عرض كده اهو، هنا كده كده في الحتت دي. تمام. بس دوائر العرض زي ما احنا عارفين ان هي حاجة ايه يعني ما بتتشافش، او هي حاجة حاطينها العلماء عشان يقيسوا بيها المساحة، لكن هي مش حاجة موجودة حوالين الكوكب يعني. تمام. ففي هنا اهو حوالي 37 دائرة عرض، وفي هنا اهو حوالي 34 دائرة عرض. يعني لو جينا حسبنا 37 مع 34 هنلاقي ايه؟ 30 و30 60، 4 و7 يعني 71، وكمان اكتر من 71. عشان كده هو قالك فوق ايه؟ تمتد في اكثر من 70 دائرة عرض، يعني هم اكتر من 70 واكتر من 71 كمان. طيب بالنسبة بقى لخطوط الطول، خط الطول 51 شرقا و17 غربا، اي تمتد في حوالي 68 خط طول. طيب نفهم مع بعض على الخريطة. ادي خط الطول جرينتش ده زي دائرة الاستواء الاتنين نقطة الصفر. تمام. خط الطول الجرينتش ده هو في نص الكوكب بالظبط، فاحنا مخلينه هو نقطة الصفر. فبنقدر ايه ان احنا نحسب من بعده كده اهو الشرق، ومن بعده الناحية دي الغرب. تمام. طيب ادي من الناحية دي اخر حتة في قارة افريقيا عند خط الطول رقم 17. تمام. طيب ومن الناحية دي اخر حتة الصغنونة دي اهي اللي عند ايه؟ خليج عدن. تمام. ادي ايه؟ دي اخر حتة. احنا ملناش دعوة بقارة اسيا، احنا ما دخلناش فيها، بس هي ايه؟ تبعنا على الخريطة اللي هي الحتة اللي انا واقفة عندها دي. فدي عند خط الطول كام؟ 51. لو جينا حسبناها برضو جمعنا دولا، ادي 17 و51 10 و50 ادي 60 و7 و1 كده ايه؟ 8، يعني حوالي 68 خط طول. طيب بيقولك ايه بقى؟ بيمر بقارة افريقيا 3 دوائر عرض رئيسية، وخط الطول الرئيسي جرينتش اللي احنا لسه شايفينه ده دلوقتي، وهو بيقع ايه؟ ناحية الغرب اكتر، يعني هو في غرب القارة اكتر، مش في نص القارة يعتبر. طيب ايه هي بقى دوائر العرض الاساسية اللي عندنا 3 دوائر. قلنا دائرة الاستواء دي اللي في النص، دي اللي في نص الكوكب كله. تمام. وبرضك يعني يعتبر بتقع في نص ايه؟ افريقيا عندنا. طيب عندنا ايه كمان؟ مدار السرطان ده اللي بيبقى في الشمال من فوق، ومدار الجدي ده بيبقى في الجنوب من تحت. تمام. طيب نشوفها كده اهو على الخريطة، هم فين دول اللي احنا بنقول عليهم عشان لما يجيلنا في الامتحان نبقى عارفين مكانهم. ادي ده جرينتش زي ما احنا قلنا، ادي هنا اهو في نص الكرة الارضية او في نص قارة افريقيا. ادي دائرة الاستواء اللي هي ايه؟ عند رقم 0. تمام. بعد كده عندنا مدار السرطان. تمام. الدرجة بتاعته مش مهمة قوي، بس ممكن نكون يعني نبقى عارفينها، اللي هي ايه؟ 23 و30 درجة. تمام. طيب مدار الجدي اهو اللي تحت ده في الجنوب عند 23 برضو و30 درجة. تمام كده. طيب بيقولك وبذلك تمتد افريقيا بين نصفي الكرة الارضية في الشمال وفي الجنوب، يعني يعتبر في نص الكرة الارضية. تمام. وكمان تلت المساحة بتاعتها بيقع في الشمال، والتلت الاخير تلتين القارة بيقعوا في الشمال، والتلت الاخير التالت الصغنون ده هو اللي بيقع ايه؟ تحت في الجنوب.
يعني المساحة اللي تحت دي ضعفها هتطلع لك المساحة اللي فوق دي، يبقى دول تلتين وده تلت. تمام كده. طيب نكبر كده شوية. بعد كده نيجي للموقع الجغرافي. احنا خلصنا الموقع الفلكي، عرفنا دوائر الطول وخطوط العرض والدوائر الرئيسية وخط جرينتش والحاجات الأساسية دي. طيب الموقع الجغرافي بقى، تقع أفريقيا في وسط قارات العالم وتطل على مسطحات مائية مهمة. ايه بقى المسطحات المائية المهمة دي؟ عندنا في الشمال البحر المتوسط اللي بيفصلنا عن قارة اوروبا اهو، ادي البحر المتوسط في الشمال بتاعنا بيننا وبين قارة اوروبا. طيب وايه كمان؟ وفي الشرق البحر الاحمر والمحيط الهندي، دول بيفصلونا عن ايه؟ عن قارة اسيا اهو، ادي البحر الاحمر وادي المحيط الهندي في الحتة دي كلها كده. تمام، بيفصلونا عن قارة اسيا. تمام، وايه كمان؟ غربا المحيط الاطلنطي، ده بيفصلنا عن قارة امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية. ادي اهو المحيط الاطلنطي في الحتة دي كلها، وقارة امريكا الشمالية هنا وامريكا الجنوبية هنا. بس هي ايه، هو على الخريطة هنا جايب لنا ايه؟ قارة افريقيا بس. هو على الخريطة التانية باينة اهي، اهي الحتة دي امريكا الشمالية ودي امريكا الجنوبية، عارفين مكانهم. تمام. طيب وبعد كده، طيب يعني دي المسطحات المائية المهمة جدا اللي عندنا. طب عندنا ايه تاني؟ تقترب قارة افريقيا من قارة اوروبا عند مضيق جبل طارق. ماشي، ادي مضيق جبل طارق اهو، مضيق جبل طارق في الحتة الصغنونة خالص دي. تمام، بيفصلنا عن اوروبا، قارة اوروبا عن اسبانيا، وفي افريقيا عن دولة المغرب. تمام. طيب وعندنا ايه تاني؟ عندنا قارة اسيا عند مضيق باب المندب. تمام، وبتتصل بها عن طريق شبه جزيرة سيناء التي تعد جزء غالي من وطننا الحبيب طبعا، في ايه؟ في الركن الشمالي الشرقي. ادي الركن، ادي ده سوري مضيق باب المندب اهو. تمام، بين دولة جيبوتي واليمن. تمام كده، وده اسمه خليج عدن. طيب وبعد كده يا مس عندنا ايه بقى؟ شبه، بيقولك ايه؟ بما تفسر لشبه جزيرة سيناء أهمية حضارية واستراتيجية كبيرة عبر العصور. ادي شبه جزيرة سيناء اللي احنا عارفينها. تمام، احنا متصلين مع قارة اسيا ايه؟ عند الحتة دي كده اهو مع فلسطين حبيبتنا طبعا، في المنطقة دي كده اللي هي ايه؟ شبه جزيرة سيناء. طيب ليه شبه جزيرة سيناء مهمة جدا جدا وتهم مصر وتهم امن مصر؟ بيقولك ايه؟ من الناحية الحضارية سبب في انتقال بعض الثقافات والحضارات عن طريقها من اسيا الى افريقيا، مثل الحضارة الاسلامية. ادي طبعا ايه؟ السعودية والاردن والمناطق دي كلها، وايه؟ شبه الجزيرة العربية اللي هي كانت هنا دي. تمام، دي بدأت منها الحضارة الإسلامية والديانة الإسلامية. ومن بعد كده لما جه الفتح، تمام، وافتتحوا مصر، فدخلت من خلالها ايه؟ القافلات بتاعت الحضارة الإسلامية يعني، وبتاعت الفتح وكده، دخلت من شبه جزيرة سيناء، يعني انتقلت من خلالها الحضارة الإسلامية. طيب ايه هي بقى الأهمية الاستراتيجية؟ بسبب تعرض مصر للعديد من الحملات العسكرية من خلالها، ولذلك فإن الحفاظ على أمن شبه جزيرة سيناء ضروري للحفاظ على الأمن القومي المصري. يعني
من خلال شبه جزيرة سيناء، لان هي بتقع حوالين البحر المتوسط والبحر الاحمر والخلجان بتاعتنا وقناة السويس، وهي بيننا وبين قارة تاني، فهي يعني اكنها باب اللي بيدخل منه اي حاجة. فانت لو عندك باب لازم تكون مأمنه كويس جدا ومخلي بالك منه، احسن اي حد يدخل منه فجأة. تمام. طيب يعني ايه حضارة؟ ما المقصود بالحضارة؟ الحضارة هي مجموع الانتاج الثقافي مثل العادات والتقاليد والعلوم والفنون والقيم، والانتاج المادي، تمام، مثل القلع والمباني والقصور، وهو ما يميز مجتمعنا عن غيره. ازاي يا مس؟ ايه برضو حضارة؟ انا ما فهمتش معنى الكلمة. حضارة دي يعني ينفع نقول مثلا ايه؟ بيبي مولود، ينفع نقول مثلا ان هو عنده خبرات في الحياة، عنده مثلا تجارب، مر مثلا بظروف وبمشاكل وبضغوطات وبحاجات زي كده عشان يتعلم ويبقى انسان واعي وناضج وبيعرف يتعامل؟ اكيد لا. امال بنقول مثلا على مين؟ بنقول على الناس الكبيرة، الناس الواعية، مثلا زي بابا وماما، تيتا، جدو. الناس دي بنقول عليهم ان هم ايه؟ ناس قدوة. بنقول عليهم ان هم عندهم ايه؟ خبرات في الحياة، وهم طبعا اللي بيفيدونا في اي حاجة بنلجأ لهم ليها. فبنقول عليهم ان هم ناس ذو خبرة وذو علم، عشان هم ناس اكبر مننا ومروا بحاجات اكتر مننا وكانوا قبلنا، يعني صح كده؟ فهو ده بالظبط شبيه بمعنى الحضارة. يعني انا دلوقتي لو احنا ما عندناش المصريين القدماء وما عندناش الحضارة المصرية القديمة والفراعنة والحاجات دي ما كانتش موجودة، ينفع احنا نيجي دلوقتي الجيل اللي طالع ده ونقول ان احنا ناس عندنا حضارة ولينا اجداد ولينا ناس زمان كانت عايشة قديمة وعملت وسوت وبنوا الاهرامات وبنوا كذا وبنوا كذا؟ لو الناس دي القديمة دي مش موجودة احنا مش هنعرف نيجي نقول ان هم كانوا موجودين اصلا. تمام. فهي دي الحضارة. الحضارة اللي هي يعني كان في ناس قديمة قبلنا اتعلموا وخدوا خبرات في الحياة وعملوا الاهرامات، عملوا معابد، بنوا قلعات ومباني وقصور، وبنوا حاجات زي كده كانت بتميز العصر المصري او الحضارة المصرية القديمة يعني. تمام. فدي حاجة ايه؟ بتميزنا. فهي دي معنى ايه؟ الحضارة، اللي هي ايه؟ زي ما قلنا عادات وتقاليد وحاجات احنا خدناها من اجدادنا ومن الناس القديمة، وعلم احنا خدناه من الناس اللي قبلنا. طيب نيجي بعد كده لاخر حتة في الدرس بتاع النهاردة. هنعرف ايه هي اهمية موقع القارة بتاعتنا. عندنا ايه؟ 3 حاجات. عندنا اهمية استراتيجية واقتصادية وحضارية، وهنفهمهم دلوقتي سوا. كبر كده شوية. طيب الاهمية الاستراتيجية اللي هي ايه؟ الاهمية وقت السلم والحروب والازمات. ازاي؟ بيقولك ايه؟ لموقع قارة افريقيا اهمية استراتيجية بما تفسر. يعني ليه افريقيا ليها اهمية استراتيجية؟ لانها تشرف بحكم موقعها الجغرافي على ممرات مائية مهمة مثل مضيق جبل طارق زي ما احنا قلنا فوق، ومضيق باب المندب وقناة السويس. طيب ايه يعني ايه الاهمية الاستراتيجية والسلم والحروب والازمات؟ يعني ايه برضو يا مس؟ ايه علاقتها؟ انا مش فاهم. يعني دلوقتي لو احنا مثلا ايه في حرب بين مثلا بلد في وليكن اسيا، تمام، ومثلا بلد في امريكا الشمالية مثلا، اوكي، مثلا ايه دول عايزين يروحوا يضربوهم، فهياخدوا مركب وهيعدوا على اقرب طريق المفروض يعدوا عليه، فهيعدوا على المحيط الهندي
وهيجي يدخلوا عندنا في البحر الاحمر، تمام، عند مضيق باب المندب. وبعد كده هيدخلوا عندنا عند قناة السويس ويعدوا في البحر المتوسط، وبعد كده يروحوا مضيق جبل طارق ويعدوا الطريق التاني. تمام. طيب احنا نقدر نتحكم في حاجة زي كده؟ نقدر. ليه؟ او نقدر ازاي يا مش احنا بنتحكم في قناة السويس؟ لو احنا مثلا دلوقتي عارفين ان في البلد اللي في امريكا الجنوبية، امريكا الشمالية دي مثلا بلد حبيبتنا، فاحنا هندافع عنها مثلا، فاحنا هنأمن قناة السويس وهنقفلها، يعني مفيش حاجة هتعدي، يعني الناس اللي عايزة تيجي تعدي من قارة اسيا مش هتعرف. فاحنا كده بنتصرف وقت الحروب ووقت الازمات. ده هي دي الاهمية الاستراتيجية بتاعتنا. طيب من ناحية الاهمية الاقتصادية يا ايه بقى؟ ليها اهمية اقتصادية طبعا، ليها بسبب الموقع الجغرافي الذي ادى الى تحكمها في اهم طرق الملاحة العالمية. ايه هم اهم طرق الملاحة العالمية اللي احنا لسه قايلينهم؟ اللي هو مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب وقناة السويس. دي طرق ملاحة مهمة جدا جدا جدا، وزي ما احنا قلنا ان هي بتوصل العالم ببعضه، عشان لو حد عايز يروح لحد بمركب او حاجة فبيمشي في الطرق دي وفي المناطق دي. تمام. فده مدي لقارة افريقيا اهمية كبيرة جدا. طيب وايه كمان؟ والموقع الفلكي الذي ادى الى تنوع مناخها، وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. ايه بقى التنوع الفلكي ده او الموقع الفلكي اللي هو المتنوع ده؟ زي ما احنا قلنا، نطلع تاني على الخريطة. تمام. عندنا تنوع، ادي هنا اهو دي دائرة الاستواء، وهنا مدار السرطان، وهنا مدار الجدي. كل منطقة في المناطق الثلاثة دول بيبقى ليها مناخ معين، والمناخ المعين ده بيعمل ايه؟ بيؤدي لظهور نباتات معينة بتظهر بس في المناخ ده، وايه كمان؟ ظهور حيوانات بردك معينة بتظهر في المناخ ده. ازاي برضو؟ زي مثلا عندنا قارة انتاركتيكا، اللي هي القارة المتجمدة اللي في الجنوب دي، احنا عارفين ان هو بيعيش فيها الدب القطبي الكبير الابيض ده. تمام. طيب الدب ده انت تقدر تجيبه تقعده في حتة مثلا زي دي كده عند دائرة الاستواء، اللي هي درجة الحرارة بتاعتها بتبقى عالية جدا 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 جدا؟ ينفع؟ لا، ما ينفعش، مش هيقدر. ليه؟ لان الدب القطبي متعود على الجو الشتوي والسقعة والتلج، مش متعود على الحر، فهو هتلاقيه في المناطق اللي فيها تلج، مش المناطق اللي فيها شمس وفيها حر، فمش هيقدر. مثلا عندنا نبات زي نبات الصبار اللي كلنا عارفينه، ده بيطلع في الصحراء. ينفع مثلا تروح تزرعه عند الدب القطبي في الجنوب، في القارة الجنوبية؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان هو متعود ان هو يعيش في جو حر وفي شمس وفي الحاجات دي. تمام. فدي طبعا بتدي قارة افريقيا كلها اهمية كويسة جدا، ان هو ما يبقاش عندنا نوع واحد مثلا من الحيوانات، نوع واحد من النباتات، مناخ واحد بس، يعني يا كله حر يا كله برد، لا، في تنوع وفي اماكن وفي اختلافات. طيب تالت حاجة الاهمية الحضارية للموقع بتاعنا. موقع افريقيا اهمية حضارية اكيد طبعا. ليه اهمية حضارية؟ ازاي؟ بسبب نشأة العديد من اقدم الحضارات في العالم على ارضها. يعني على ارض افريقيا في حضارات كتير جدا عظيمة قامت زمان، من اهمها لسه قايلين حضارة مصر القديمة. تمام. ادي الاهرامات وابو الهول والكلام ده. طيب وحضارة كوش في السودان، يعني السودان ليها حضارة قديمة وليهم ناس قديمة زي عندنا الفراعنة كده، اسمهم حضارة كوش. تمام. طيب في حضارة تاني؟ اكسوم. حضارة اكسوم دي في اريتريا واثيوبيا. تمام. اريتريا واثيوبيا. طيب في حضارة تاني؟ قرطاج، دي فين؟ في تونس. تمام.
طيب دي حاجات مش مهمة يعني، بس حاجات يعني للاطلاع. هو لما هيجي يسألك انت هيقولك مصر ليها اهمية حضارية، افريقيا قصدي ليها اهمية حضارية، تقول له بسبب ان فيها حضارات كتير قديمة زمان. وممكن تذكر حاجة منها، ممكن تقول مثل الحضارة المصرية القديمة، بس ممكن تقول مثلا حضارة كوش، بس عادي مفيش اي مشكلة. تمام. طيب وبيقولك ايه بقى، بالرغم من ان قارة افريقيا احدى قارات العالم القديم، الا ان كثيرا من اجزائها قد تأخر استكشافها. يعني في حاجات كتير في قارة افريقيا احنا ما كناش نعرف ان هي تابعنا، زي جزر كده هو هيكتشفوها بعدين، يعني ان هي تبع قارة افريقيا، وهنعرفها ايه بعدين يعني. طيب طيب هنحل الاختبار ده مع بعض عشان نطبق. ماشي. بيقولك ايه، تعد قارة افريقيا احدى قارات العالم الجديد. احنا قلنا انها احدى قارات العالم الجديد؟ لا. ثواني. احنا قلنا انها احدى قارات العالم الجديد؟ لا، احنا قلنا انها احدى قارات العالم القديم. يبقى هنعمل ايه؟ غلط. تمام، غلط. طيب بعدين، يمر مدار السرطان في النصف الشمالي من قارة افريقيا. قلنا مدار السرطان ده في النص الشمالي. هو فعلا في النص الشمالي. طيب يبقى صح. طيب بيقولك ايه، يفصل البحر الاحمر بين قارة افريقيا وقارة اوروبا. البحر الاحمر. الاجابة طبعا غلط، قلنا البحر الايه، المتوسط. طيب يمر خط جرينتش غرب قارة افريقيا. فين ده؟ نشوفه كده على الخريطة. فعلا هو ايه، غرب قارة افريقيا، ناحية الغرب هنا اكتر، يعني دي حقيقة. ماشي صح، هو في ناحية الغرب. طيب يقع ثلثي مساحة قارة افريقيا في نصف الكرة الارضية الشمالي. صح، وحسبناها، قلنا ايه، تلتين من فوق وتلت من تحت. طيب انتقلت الحضارة الإسلامية إلى قارة أفريقيا عبر شبه جزيرة سيناء. قلنا صح. طيب بعد كده، تعد قارة أفريقيا تاني قارات العالم من حيث المساحة بعد قارة ايه، آسيا. قلنا أكبر قارات العالم في المساحة. طيب من المسطحات المائية التي تحد التي تحد قارة أفريقيا من الجهة الشرقية. الشرقية يعني الناحية دي، من ناحية الشرق هنا عندنا مين؟ عندنا البحر الأحمر. طيب تتصل قارة أفريقيا بقارة آسيا بريا. قالك بريا مش بحريا، بريا يعني اليابس، عن طريق ايه، شبه جزيرة سيناء. طيب إذا خرجت سفينة
من ميناء السويس بمصر متجهة شمالا للدوران حول أفريقيا، فإن المسار الصحيح للسفينة سيكون، هي خرجت منين؟ من السويس. ادي هتطلع من السويس، هتدخل ايه، نشوفها كده على الخريطة زي ما قلنا. هتطلع من هنا من السويس، هتمشي في البحر المتوسط وتفضل ماشية 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 ماشية، وهتعدي على جبل مضيق جبل طارق، وبعد كده هتمشي تمشي تمشي تلف على قارة افريقيا، تعدي على المحيط الاطلنطي، وبعد كده هتمشي تمشي تمشي تلف 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 وتعدي على المحيط الهندي، وبعد كده تدخل تاني مثلا في خليج عدن والبحر ايه الاحمر، وكده تكون رجعت تاني، عشان هو بيقولك ايه تلف حول ايه القارة. طيب يعني لو هتلف حوالين القارة زي ما قلنا هتعدي الاول بقناة السويس، تمام، وبعد كده الجبل بحر المتوسط، وبعد كده المحيط الاطلنطي، وبعد كده تروح ايه تروح المحيط الهندي وترجع تاني عند البحر الاحمر، يعني الاختيار ج. طيب ايه تاني؟ اكمل العبارات الاتية. تمام. تشرف قارة افريقيا على ممرات مائية هامة كمضيق جبل طارق. وعندنا مين تاني زي مضيق جبل طارق؟ قلنا مضيق باب المندب، ماشي. ادي مضيق باب المندب. وايه كمان غير مضيق باب المندب؟ قناة السويس. باب المندب وقناة السويس دي ممرات مائية مهمة جدا جدا جدا. طيب وايه كمان؟ عندنا من اقدم الحضارات التي نشأت على قارة افريقيا حضارة كوش. كوش دي قلنا هي كانت فين؟ اهي جنبنا هنا. كوش دي كانت في السودان، تمام، يعني حضارة كوش دي كانت في السودان. طيب وايه كمان؟ نشأت حضارة نقط في إريتريا وأثيوبيا. ايه اللي كانت في إريتريا وأثيوبيا؟ حضارة ايه قلنا؟ حضارة أكسوم. اهي حضارة أكسوم. طيب ماشي. بما تفسر تحكم أفريقيا في أهم طرق الملاحة العالمية. ايه تفسيرنا ليها دي؟ او هي ليه بتتحكم في أهم طرق الملاحة العالمية؟ تمام. ليه ثواني. بسبب ايه؟ بسبب موقعها الجغرافي، تمام، اللي بيخليها تتحكم في اهم طرق الملاحة العالمية زي مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب وقناة السويس. تمام. هي دي اجابة السؤال، اللي هي ليه بتتحكم في اهم طرق الملاحة. ده بسبب موقعها الجغرافي اللي بيخليها تطل على اماكن مهمة وطرق مهمة. وبكده تكون انتهى جزء الشرح بتاعنا النهاردة. اعملوا لايك ومتابعة للقناة، وادخلوا جروب الواتساب، هننزل عليه امتحانات وهنعمل عليه كمان مسابقة للي حابب يشترك معانا، وهيبقى فيه جوائز هنوزعها على طول.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.